سلطات قالتك الدنيا مش سايبة، والمرة دي الدور جه على صنعة المحتوى موكا موكا اللي قلبت السوشيال ميديا فوق تحت بمحتوى ملوش أي علاقة لا بالأخلاق ولا بالذوق العام. فيديوهات كلها كلام خارج، إيحاءات تقطع النفس، وكل ده علشان المشاهدات تزيد والمكسب يجري. بس اللي حصل، الناس بلغت والدولة قالت لا يا موكا مش هناخد على خاطرنا. بعد ما الإجراءات أصبحت قانونية، اتقبض على موكا موكا في الجيزة، وطلع مش بس فيديوهات، دي كمان كانت شايلة في شنطتها شوية حشيش وبودر كده على الماشي. ولما سألوها قالت بصراحة كنت بعمل كده علشان الناس تتفرج أكتر واكسب فلوس. طب وبالنسبة للبضاعة دي شغل. واللي حصل، الإجراءات القانونية خدت مجراها، والسوشيال ميديا خسرت نجمة الترندات المؤقتة تجهم. افتكر دايما يا نجم، مش أي ترند يمشي، ومش كل لايك يستاهل تلبس في قضية.